السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تابعنا وشاهدنا مسلسل الإمام الشافعي، لكن يا ترى حد يعرف حاجة عن سفينة الإمام الشافعي؟ وحد يعرف إنها ما زالت بتبحر ليومنا ده؟ يا ترى الناس تعرف إيه عن الرسائل اللي ما زال بيتلقاها إلى الآن بوصفه قاضي القضاة؟ ويعرفوا إيه عن والدته فاطمة الأزدية اللي الرسول صلى الله عليه وسلم وصف قبيلتها بإنها أسد الله في الأرض؟ عشان نعرف كل ده لازم نرجع بالزمن لعام 150 هجريا، نفس العام اللي توفى فيه الإمام أبو حنيفة النعمان، وهنوصل لمدينة غزة حيث ولد الإمام الشافعي الذي لم يلبث أن انتقلت به فاطمة الأزدية والدته إلى مكة المكرمة. هي أرادت أنها تمنحه الفرصة لطلب العلم وتثبت من اللغة العربية حتى في أقصى الظروف، وعشان كده حفظ الشافعي القرآن الكريم والأحاديث النبوية، وراح للبادية لقى هناك قبيلة هذيل اللي نجحت في إنها تثبت عربيته ولغته وجعلته من أفضل الناس، لغاية ما التقى بمسلم بن خالد الزنجي مفتي مكة. ولما سألوا المفتي عن أصل ونسبه فأجابوا بأنه من بني عبد مناف، فنصحوا بأن يجعل همه الفقه والعبادة للأدب واللغة. وزي ما ممكن كلمة تغير حياة إنسان، هو ده اللي حصل بالظبط للإمام الشافعي اللي غيرت مقولة مسلم بن خالد مسيرته وبدأ في دراسة الفقه، وكمان انتقل للمدينة المنورة عشان يكون بجانب الإمام مالك. واستمرت صحبة الشافعي للإمام مالك لغاية ما توفى الإمام مالك رحمه الله عام 179 هجريا، فقرر الشافعي إن هو يرحل لمكان آخر، وكان السبب المرة دي إن هو كان مطلوب للإفتاء بأرض نجران باليمن. والحقيقة هو نجح في مهمته، إلا إن هو رغم كده تعرض للوشاية من حاكم نجران اللي اتهمه بإن هو كان بيحاول ينقل الخلافة من العباسيين للعلويين، وعشان يحيك الحاكم مكيدة زج بأسماء 9 أشخاص معاه عشان يثبت الأمر عند هارون الرشيد اللي كان أمير المؤمنين. لكن ثقة الشافعي في ربنا سبحانه وتعالى وفصاحته أفسدت على حاكم نجران الأمر كله، وتفرغ الشافعي من بعدها لدراسة العلم على إيد الشيباني صاحب أبو حنيفة في بغداد، واللي كان بيدافع دايما عن إعمال العقل. وبعدها بيعود الشافعي لمكة المكرمة، هيقابل ابن حنبل اللي أخذ عنه واعتبر الشافعي أستاذا له، وبتنتهي فترة مكة عشان بعد كده يذهب لبغداد عشان يستقر بيها بعض الوقت ويؤلف كتابه المهم الرسالة اللي وضع بيه أساس علم الفقه. لكن وجوده في بغداد ما بيستمرش، خاصة بعد ما ذهب الرشيد وجه ابنه المأمون، فقرر إن هو يرحل وتكون مصر وجهته المرة دي، وكان فعلا مصر دعته ليها على لسان وليها العباس بن عبد الله. وفي مصر بيستقر الحال بالإمام الشافعي لمدة تزيد على 4 سنين، وبيقال إنها 5، وبيعتبرها هو نفسه من أفضل سنوات عمره وأخصبها وأوسعها رزقا. ويقال إن مناخ التبسط والوسطية اللي كان بيعرفه المصريين واللي كانوا متمسكين بيه هم كانوا السبب في إن مذهب الإمام الشافعي ظهر بشكله اللي موجود في كتابه الأم، لأن مصر أشعرته بدفء شمسها وكرم ناسها والطمأنينة اللي موجودة عند أهل مصر. وعشان كده ما كانتش حلقات الدرس بتنفض من بيته، وكان دايما يتحرى الصدق والدقة في كل ما يشرح من آيات القرآن الكريم. وزي ما بيقولوا هو كان عالم بعلوم الأصول ومحب الأهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. وكانت زاوية الخشابية في جامع عمرو بن العاص الشاهد الحقيقي على كتير من حياة إمامنا الشافعي، رغم أن الفترة اللي قضاها في مصر كانت قصيرة نسبيا، يعني هي كانت بدأت في شوال عام 199 هجريا، ورحل عنها وعن الحياة في آخر ليلة من شهر رجب عام 204 هجريا. ومع ذلك ما زال أهل مصر بيتذكروه إلى اليوم بالضريح وبالسفينة وبالرسائل. واللي مكانته الكبيرة عند أهل مصر تميز الضريح بوضع عمود حجري ضخم عند الرأس وآخر عند قدميه، ونقش على عمود الرأس هذه مقبرة الإمام محمد بن الإدريس الشافعي المؤمن بالله. وكان صلاح الدين الأيوبي أول من أمر ببناء مدرسة بجوار الضريح في رمضان عام 575 هجريا،
كما أمر بصنع تابوت خشبي للإمام. والحقيقة إن الأيوبيين نفسهم كانوا من محب الإمام الشافعي، بدليل إن الملك الكامل دفن ابنه بجوار قبر الإمام الشافعي وبنى قبة على القبر. وفي زمن المماليك تمت إصلاحات كبيرة بالضريح في عصر السلطان قايتباي ومن بعده السلطان الغوري اللي كان آخر سلاطين المماليك. وبعد العصر ده أضاف الأمير عبد الرحمن كتخودة بعض اللمسات الجمالية. ويعتبر ضريح الإمام الشافعي من أهم الآثار الإسلامية وأكبر الأضرحة الموجودة في بر مصر، وله باب شهير جدا موجود الآن في متحف الفن الإسلامي بباب الخلق. أما القبة اللي بتعلو الضريح فتميزها الألواح الخشبية والصفائح القصديرية اللي كانت بتغطيها، وكمان المركب اللي طوله 2 متر. فإيه هي حكاية المركب؟ اختلفت التفسيرات في وجود مركب. هو الحقيقة دي عبقرية من عبقرية المصريين، عبقرية معمارية. هم قالوا إن هو قد يكون التفسير إن كان الإمام هو نفسه رحالة، وإن هو رسى في مصر بعد رحلة عمر طويلة من غزة لمكة للمدينة لليمن للكوفة وأخيرا بغداد، وإن هو في الحقيقة كان محب للسفر والترحال. وفي تفسير تاني اللي قاله الإمام البوصيري صاحب البردة الشهيرة عن الإمام الشافعي، قال: بقيت قبر الشافعي سفينة رست في بناء محكم فوق جليود، وقد غاص طوفان العلم بقبره، استوى الفلك من ذاك الضريح على الجودي. أما التفسير الثالث فهو في صف الصدقة الجارية وإطعام الطير اللي بيحلق في السماء، لأن أهل مصر قارنوا الطيور بالإمام الشافعي اللي كان دايما هو كمان على سفر. يمكن ده يدينا فكرة عن ارتباط أهل مصر بالإمام الشافعي. هم ما فرطوش أبدا في الشافعي، رغم أن في يوم من الأيام حاول الوالي بدر الدين الجمالي اللي كان موجود في العصر الفاطمي أن هو ينقل رفاته للتبرك بيها، لكن اللي حصل أن أهل مصر كادوا يثوروا عليه وما سابهوش إلا لما ترك قبر الشافعي وتراجع عن فكرته أو تناساها تماما. كان ممكن تحصل ثورة عظيمة على الفاطميين بسبب الإمام الشافعي. أنا عايزة أقول إن الإمام الشافعي إلى الآن بيعتبروا أهل مصر قاضي القضاة، ويبعتوا له رسائل بيشكوا فيها وبيطالبوا منه البت في بعض أمورهم الشخصية. زي ما بيقول عالم الاجتماع الجليل الدكتور سيد عويس إن الإمام الشافعي مازال موجود في عقول أهل مصر، بدليل إن هم مازالوا بيرسلوا له رسائل بعد مرور أكتر من 1150 سنة ميلاديا تقريبا على وفاته، وإن هو بيعتبروه شخص ذو سلطان. أنا عايزة أقول حاجة كمان، إن الرسائل دي كان فيها عدد الشكاوي أقل من عدد الطلبات، وكانت نسبة عدد الشاكيات أكبر من عدد نسبة الشاكين، وكانت الشكاوي دي بتضم 5 أنواع، يعني أكترها اعتداء، شكوى من اعتداء على أموال، وبعدين شكوى للاعتداء على أشخاص، وبعدين شكوى في نطاق الأسرة، وأخيرا شكاوى في نطاق العمل. والحاجة الغريبة إن حكاية الرسائل دي كانت معروفة عند المصريين من أيام أجدادنا المصريين القدماء. صحيح غير المصريين لغتهم وملابسهم، لكن هل هم غيروا إحساسهم؟ لا أعتقد إن مازال الناس مرتبطة ببعضها، وأعتقد إن الإمام الشافعي هو الإمام الذي لم يفرط فيه أهل مصر. المرة الجاية إن شاء الله حلقة جديدة مع شخصية جديدة. المرة الجاية، سلام عليكم.